السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير حلم النهر وجفاف النهر في المنام لابن سيرين. إذا رأت المرأة الغير متزوجة أو الفتاة العزباء إنها تغتسل أو تستحم أو تتوضأ بماء النهر، فذلك بيكون إشارة على مدى طهارة وعفة هذه الفتاة ونقائها. أما رؤية الفتاة العزباء إنها تسبح في ماء النهر، فذلك بيعني قرب خطبتها أو زواجها. أما شربها من ماء النهر بيعني إنها سوف تعيش آمنة في حياتها وبيكون لها مال وفير. ورؤية الفتاة العزباء إنها تعبر النهر، فذلك بيعني تخطي المحن والصعاب التي تواجهها في حياتها، والله أعلم. أما بالنسبة للمرأة المتزوجة، بنقول رؤية المرأة المتزوجة للنهر في المنام بيعني أمنها من مخاوف الحياة والتي تتمثل في نقص المال، وأيضا قد يدل النهر في منامها على الزوج المخلص لها. أما رؤيتها أنها تسبح أو تستحم بالنهر أو تقوم بغسل شعرها به في المنام، فذلك بيكون بشارة على أنها سوف تحمل في هذه السنة، والله أعلم. أما بالنسبة للنهر في منام المرأة الحامل، بنقول بيكون بشارة على ولادة طبيعية سهلة. أما إذا رأت المرأة الحامل إن ماء النهر يجري بسرعة، فذلك معناه إنها سوف تلد مولود ذكر، والله أعلم. رؤية السباحة في النهر. السباحة في ماء النهر الصافي النقي النظيف بصفة عامة بيعني مدى طاعة وإيمان هذا الشخص. ورؤية الرجل إنه يسبح في المنام بتعني قدوم الخير والبركة في الرزق، وقد يشير أيضا على يسر الحال وإتقانه في العمل. أما رؤية الشخص يسبح في النهر ضد التيار بتدل على مواجهة هذا الشخص لعدو أو غريم أو منافس له في العمل أو الحب. ورؤية الشخص أن يغرق في النهر بتشير إلى الفشل، والله أعلم. رؤية نهر النيل في المنام. رؤية نهر النيل في المنام بتبشر بقدوم الرزق الوفير والمال والخير سواء في التجارة أو الزراعة. ومن لم يكن مصري الأصل ورأى أنه يشرب من ماء نهر النيل في المنام، فذلك بيعني أنه سوف يسافر لمصر يطلب علم أو يسعى وراء الرزق. أما من يرى أنه يسبح في نهر النيل، فذلك بيعني أنه سوف يعيش في مصر أو في السودان. أما من يرى أنه يعبر نهر النيل من ضفة لأخرى، يعني أنه سوف يسافر خارج البلاد، والله أعلم. طيب، بالنسبة لتفسير النهر الجاف، يعني رؤية النهر الجاف في المنام في منام الرجل بيدل على قدر قليل من التدين أو أنه رجل فقير. أو رؤية الفتاة العزباء للنهر الجاف في المنام هو عريس عاقر أو رجل عقيم لا ينجب. طيب، وقد يعني رؤية النهر الجاف في المنام على أن هذه السنة سوف يكون الخير قليل فيها أو فراغ عقل أو قلب وهذا الشخص من العلم أو الصبر. والنهر الجاف إشارة على أن الرجل بخيل، والله تعالى أعلى وأعلم. واختلف المفسرون حول وجود النهر عموما في الحلم. بوجود النهر في الحلم دليل على الخير الوفير والرزق الواسع. التفسير المنطقي بقى لرؤية نهر النيل في المنام هو كثرة الخير والرزق الواسع، لأن نهر النيل مصدر للخير عند المصريين. طيب، رؤيته في المنام بتدل على أن هذا الشخص يرزقه الله بالخير الواسع والرزق الوفير والمال الكثير الذي سيحصل عليه، أو حصوله على منصب ليه أو لأولاده أو تكريم ليه أو لأولاده. طيب، وكمان لو الإنسان كان مريض هنقول هنا إيه؟ يؤدي إلى الشفاء أو الاستقرار الذي يشعر به الشخص الحالم، لأن نهر النيل بيعتبر رمز الاستقرار والأمان لدى كل المصريين، لأنه هو رمز القوة والأمان والعطاء والاستقرار. ورؤية النهر في المنام دليل على الصفاء والاستقرار بالنسبة للحالم. طيب، وبنقول هو كمان دليل على الخير والعطاء الذي يمتلكه هذا الرجل الصادق في حياته، حيث ان نهر بيكون عبارة عن مصدر للخير الغزير والمال الوفير المصاحب لحلم النهر. طيب، بتدل على كثرة أعماله الخيرية الصالحة المحمودة. تفسير حلم جفاف النهر في المنام بيوحي بأنها قادمة على فقر شديد أو أزمة في حياته الشخصية أو العملية. طيب، ربما يكون معناه فقد أمواله أو ثروته وضياع أحلامه، وبتأثر ذلك الشخص حيث يظهر له وكأن الماء يجف من حوله، حتى إن النهر قد يكون مليء بماء لا حصر له يجف. وهذا يدل على الأزمة بتكون كبيرة وبتكون صعبة على الشخص الحالم، وإن هذا الشخص قادم على فقر شديد مثلا يؤثر على حياته أو تفكيره أو قدراته التي تتحمل المصاعب والمشاكل.
طيب بنقول بقى أما رؤية عبور النهر في المنام. عبور النهر في المنام إن هذا الشخص قوي وعنيد وعنده قدرة على التحمل وتخطي الأزمات ومواجهة المشاكل التي قد تصادفه في حياته العملية أو الشخصية، أو يمتلك شخصية قوية تتغلب على المصاعب. مثلا بتواجهه المشاكل، قد يكون هذه المشاكل على المستوى الشخصي مثلا زي مشكلة مع زوجته أو في حياته العائلية. فسر ابن سيرين رؤية السباحة في الحلم على السلطة والمكانة الرفيعة التي ينالها بأمر الله. طيب تعكير النهر في المنام عبارة عن مصائب كبيرة ومشاكل يعني منها الرجل أو المرأة الاتنين سواء. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.